السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الموديل اللي في الخلفية ورايا دوت فوتيه. ماشي. الفوتيه دوت في ناس بتبعت لي في موديلات ياما، بس عشان خاطر بتبقى في حاجات جديدة على بعض المنجدين والكلام دوت، فعايزين يعرفوا الكيفية بتبقى ازاي والصح بتاعها بيبقى ازاي. في ناس بتعمله خشب بس، لكن ده أنا ما بفضلهوش. ما ينفعش خشب بس، لازم يبقى فيه تخانة حديد، شمبر حديد تقريبا ال4 مللي داير ما يدور الخشب. ماشي. يعني في الموديل دوت الداير كله خشب بالقوايم بالقاعدة من تحت، والظهر فاضي خالص. فطبعا لو خشب بس مع الاستعمال ممكن يتكسر، او هو اصلا بيبقى ضعيف على وضعه. اما انا الاصل بتاعه بيبقى بيتحط فريم عريض شويه بتاع حوالي 5 سم او 6 سم حديد في 4 مللي بيلف الداير الكرسي كله، او ممكن نعمله الداير اللي هو في الظهر بس مع القوايم، بحيث اللي هو يبقى ماسك الظهر بتاعنا ما يقعش. ماشي. وطبعا دوت بيتلف عليه السفنج بتاعه، وبيتحط عليه القماش او الجلد. طبعا بيتفصل خارجي، يعني بيتعمل فرم مثلا هنقول على كرتون او ورق، او القماشة ذات نفسها تتحط وبتتفصل وبتتعمل زي سور. السور ده اللي هو الداير ما يدور بتاع الكرسي، فبيتعمل نفس النظام. لكن بيبقى فيه حاجات ما بنخيطوهاش، عشان خاطر لما نيجي نلبس الحاجات اللي هي المفتوحة اللي هي ما بتتخيطش ديت بنخيطها. يعني مثلا الظهر من فوق بيتخيط من تحت، او بيتعمل اللي هو الشمبر بتاع التشطيب ما بيبانش، او بيبقى فيه اللقط مع الكرتون او الفليتو او الفتيل. الحاجات ديت بتتعمل على حسب التشطيب او الفنيات بتاعه المنجد، فدي كذا طريقه. او في ناس بتدبسها من تحت وبتعتمد اللي هي ما بتبانش، لكن كل ده غلط. لازم يبقى فيه تشطيب نضيف حتى لو من تحت. ده بالنسبه لتنجيد اللي فوق. اما اللي تحت التشطيب بيبقى من تحت مش من فوق. ماشي، عشان برضو ما يبانش. اما بتاع الظهر التشطيب بيبقى من تحت، عشان برضو لو في اي حاجة ما تبانش. تمام. سلام.